ولذلك في قاعدة مهمة جدا: حذاريك أن ترى إنجاز غيرك فتحب أن يكون فيك، فإن الله جل وعلا فتح عليك ما أغلق على غيرك، وفتح على غيرك ما أغلق عليك. تخيل يا شيخ لو كان ابن عباس كخالد بن الوليد، ماذا ستكون الأمة؟ وتخيل لو ألزم خالد نفسه أن يكون حبر الأمة، ماذا سيجني من العلم؟ وتخيل لو أن أبا هريرة كان كابن عباس، وابن مسعود كان كعبد الله بن عباس، وين ستذهب هذه الجهود؟ لذلك يقول شيخ الإسلام وهو يبين لك هذه التجليات، يقول قاعد يتكلم عن طلاب أبي حنيفة، يقول: محمد بن الحسن أعلمهم بالعربية، أبو يوسف أعلمهم بالحديث، زفر أطردهم قياس، هم طلاب حلقة واحدة، وكل واحد منهم الله يفتح له في زاوية ويغلق عليه في جانب آخر. عشان كذا يا شيخ، الله يحسن لك شيخنا، أنت استكشف نفسك وتفحص ذاتك، لا تدور أحد يدورك. أنت الله جل وعلا جعل فيك قدرات وطاقات، وجعلك مستودع فيه من القوة الكامنة، ما سيكون يوم من الأيام إنجاز للأمة. حذريك أن ترى إلى قوة غيرك، وحذريك أن ترى إلى إنجاز غيرك فتنشغل عن نفسك. ولو جعل الله الأمة كلها فيك لهلكت بهلاكك ورحلت برحيلك. الله، هذا غلط. الله يفتح عليك في باب ويغلق عليك في آخر.